ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكون السنة الجديدة سعيدة عليكم وان شاء الله تكون احسن من اللي قبلها. تسأل الواحد المصري مننا يقول لك افضل حاجة ان انا اصحى الصبح الاقي شوية عيش سخنين مع شوية طعمية. الطعمية وامرها سهل لكن العيش بياخد وقت وكمان ما بيطلعش معانا مظبوط ولا بيتنفخ وبيقب زي ما بنجيبه من المخابز. تعالي بقى كده انا هعرفكم اسهل وابسط طريقة تعملوا بيها الخبز الاسفنجي احسن 100 مرة من اللي بنشتريه من الافران. وعامة انا من الناس اللي بتحب ريحة المخبوزات او ريحة العيش في البيت. انا عايزك بس تشوفه هو ازاي بينتني في ايدي وبيرجع تاني وطري جدا 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 وطعمه تحفة. هعلمكم ازاي تعملوا العيش الاسفنج ده وازاي يتنفخ معاكم وينجح معاك من اول مرة. فكل اللي محتاجه منك اعمل لايك للفيديو ده واشتراك وكومنت برأيك وصلي على النبي وتعالى اقولك ازاي. في البداية كده خدوها قاعدة عندكم إن أي مخبوزات بتحتاج إن إحنا ننخل الدقيق كويس مرة واتنين وتلاتة، يعني الدقيق اللي قدامكم ده أنا نخله قبل كده مرة. فعشان نتفادى أي حبيبات أو تكتلات في الدقيق إحنا محتاجين إن إحنا ننخله مرة واتنين وتلاتة لحد ما نتأكد إن هو بقى تمام. إحنا في الوصفة دي هنستعمل 6 كوبايات من الدقيق. الدقيق اللي هو متعدد الاستعمالات أو متعدد الأغراض زي ما بتسموها عندكم. معلقة ونص صغيرة من الملح الناعم، عليهم هتنزل بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونخلط المكونات الجافة كويس جدا جدا مع بعض لحد ما نتأكد ان هي خلاص بقت كلها واحد. اركن بقى المكونات الجافة على جنب، وفي اي بولة واسعة عندك هتنزل بمقدار كوباية من المية الدافية، عليها بمعلقتين كبار من السكر، باكيتين من الخميرة الفورية أو 25 جرام، عليهم على طول بربع كوباية من الزيت سواء زيت طعام أو زيت زيتون. بالمضرب اليدوي بقى يا حبيب قلبي كده، وعايزك تمزج لي الكلام ده كله مع بعض لحد ما تتأكد إن كل المكونات دخلت في بعضها. هتنزل عليهم على طول بعلبتين زبادي واديهم كمان ضربة في السريع كده لحد ما تدوب الزبادي مع المكونات. بعد كده هتجيب المكونات الجافة اللي احنا ركناها على جنب وهتبدأ تنزل بنص الكمية بس، وهتبدأ بأي حاجة عندك سواء معلقة أو مضرب كده. هتقلبهم مع بعض، واول ما تحس ان المعلقه او المضرب ما عادش ماشي مع العجينه هتبدا بقى تنزل بايدك فيها كده، وتقريبا بتاخد منك عجن من 7 دقايق ل10 دقايق. وهنا انا عشان خاطر ايدي عندي فيها اصابه فست الكل قامت بالواجب وهي اللي عجنت، ربنا يبارك لي فيها يا رب. بعد ما ست الكل عجنتها وكورتها هتحطها بقى في اي بوله كده، وهتحط تحت شويه زيت وعليها من فوق بعد ما تحط العجينه شويه زيت برضو، وتغطي عليها، وفي اي مكان دافي هتسيبها مش اقل من ساعه. المهم انك لما تكشف عليها الغطا كده تضربها بالبوكس، ايدك تنزل كده كده انت في المظبوط وفي الامان. وكده الخميرة نجحت، وان شاء الله الوصفة هتنجح بنسبة 90%، لا 100%. على اي سطح مستوي عندك وهترش شوية من الدقيق، وهتنزل عليه بالعجينة وتعملها على شكل طولي كده، وبعد كده هتقطعها زي ما انت عايز. اهم حاجة انك ما تقطعش كبير او صغير، يكون حجمها في المتوسط كده، واهم حاجة ان القطعة تكون متساوية عشان خاطر تكون قد بعضها. لو ما عندكش قطاعة زي اللي في ايدي دي ممكن تستخدم السكينة او اي حاجة تكون حامية. بعد ما قطعتها كلها القطع متساوية، طبعا ما تنسوش تقولوا لي الف سلامة على ايدي اللي انا كنت رابطها. ما علينا، يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بعد كده بقى هتبدأ تاخد العجينة كده من فوق لتحت، اهم حاجة انك تخليها ناعمة. وانت ممكن تكورها برضو بين كفوف ايدك كده هتكون اسهل، بس انا عشان خاطر كان عندي اصابة في ايدي التانية وكنت رابطها فما كنتش عارف اعمل غير كده يعني. في كلتا الحالتين هتنجح معاك ما تقلقش. بعد كده في اي صاج عندك هترش شوية من الدقيق وهتبدأ ترص فيه اللي احنا كورناه كله، وهتغطيه عشان خاطر ما ينشفش، عشان خاطر هناخد منه اول باول. وعلى اي سطح تاني هتحط شوية من الدقيق وهتبدأ تنزل بكورة كورة. هتنزل بأول قطعة وهتبدأ تبططها شوية بإيدك، وأول ما تبدأ تحس إن هي خلاص كده محتاجة النشابة هتنزل بالنشابة عليها. وبالمناسبة خلي بالك ما تضغطش على العجينة أو ما تضغطش على الكورة، عشان خاطر إحنا محتاجين السمك إن هو يكون تخين شوية زي ما أنت شايفه قدامك كده بالظبط. يعني ما ترفعوش قوي عشان خاطر يقب معانا ويرفع زي ما هتشوفه في الفيديو. وهنا هنكرر نفس اللي عملناه. أهم حاجة على أي سطح مستوي كده هتحط شوية من الدقيق عشان خاطر العجينة ما تلزقش منك وأنت بتبططها. هتبططها الأول شوية بإيدك، وبعد كده أول ما تحس إن هي بدأت ترفع هتديها بالنشابة كده ضربة يمين وضربة شمال. أهم حاجة إنك ما تضغطش عليها قوي عشان خاطر ما تكونش رفيعة، ووقتها مش هتقب معانا أو مش هترفع وتتنفخ كده. طبعا بعد كل واحدة بفردها مجهز جنبي حاجة كده زي فوطة بحطها بينهم عشان خاطر ما تنشفش، عشان هنسيبها تخمر لمدة نص ساعة لسه. لحد ما اخلص الكمية كلها بالطريقة دي هكون مجهز عندي طاسة على نار متوسطة، وهبدأ انزل عندي بأول واحدة من الخبز اللي انا عامله اللي هيبقى اسفنجي جدا دلوقتي. واول ما تحس ان فيه بدأ يطلع فقاقيع كده هتبدأ تقلبه على الوش التاني، وهكذا هتقلبه على الوش ده لحد مرتين تلاتة كده لحد ما تلاقيه بيقب
او بيتنفخ زي ما انت شايفه قدامك كده، وان شاء الله كلهم هيتنفخوا. وانا من مكاني ده ان شاء الله بضمن لكم ان الوصفة دي هتنجح 100% معاكم، بس اتبعوا الخطوات او مشوا زي ما انا عملت. وما تستعجلوش خالص في التسوية. اهم حاجة لو حسيتوا ان النار بدأت تزيد زيادة عن اللزوم عشان خاطر ما تحرقش الرغيف معانا، هنبدأ نهديها وهنظبط النار كده على حسب. يعني لو مثلا لقينا الطاسة بدأت تدخن مننا، هنا هنعرف ان احنا نهدي النار شوية عشان خاطر ما تحرقش العجينة. بصوا بقى جمال الرغيف، والله العظيم كان جميل جدا جدا جدا، وانطلب مني ان انا اعمله في البيت تاني. اهم حاجة ان احنا نكون مجهزين جنبنا قماشة نظيفة ونحط العيش ده عليها وما تغطوش عليه عشان خاطر ما يعجنش. ان شاء الله الطريقة تطلع معاكم مظبوطة زي ما انا عملتها كده بالظبط، وما يكونش فيها اي اختلاف. وباذن الله تقولوا لنا في الكومنتات هل هي طلعت مظبوطة ولا لا، وهل جربتوها ولا لا. وهنا بعد كل مرة بطلع كده، بس بحاول ان انا ما اطلعش العيش على بعضه عشان خاطر ما يعجنش. من اهم الحاجات اللي انتوا لازم تاخدوا بالكم منها ان النار ما تكونش عالية قوي عشان خاطر ما تلسعش الرغيف او تحرقه بمعنى اصح، وساعتها هيدي طعم او ريحة مش كويسة. وبرضه ولا عايزكم تكونوا موطين النار على الاخر ان العجينة تعجن وتكون طعمها مش كويس او مش مستوية خالص. لا، احنا عايزين الرغيف ياخد اللون الذهبي المحمر اللي انتوا شايفينه قدامكم المميز ده، ويستوي براحته خالص. وفي نفس الوقت اهم حاجة لازم تكون الطاسة سخنة، نار هادية والطاسة سخنة. هتشوف الرغيف بيتنفخ زي ما انت شايفه قدامك ده، ورهيب رهيب رهيب. انا هضمن لك نجاحه 100% لو مشيت على الخطوات زي ما انا قايل لك بالظبط. وهنا ده كان اول رغيف طلعته، كان سخن مولع حرفيا، بس كان تحفة، كان طري جدا جدا جدا. انا في حياتي ما اشتريت ولا مسكت عيش جميل وطري واسفنجي بالشكل ده، وريحته حرفيا مالية البيت. وانا مش محتاج اقول لكم على ريحة المخبوزات في البيت بتكون عاملة ازاي. ودي كانت الكمية كلها، وكان شوف بقى الجمال بقى والعظمة بقى، وشوف اللون عامل ازاي. هتجرب تفتحه بايدك هيتفتح معاك وهيبقى زي الفل، هتجرب تفتحه بسكينة او بمقص برضه هيبقى معاك زي الفل، واحسن 100 مرة من اللي بتشتريه. وده مش كلامي، انت بس لمجرد ما تجربه مرة خلاص الموضوع هيبقى بالنسبة لك سهل وبسيط، وهتحبه جدا جدا زي ما انا عملت كده بالظبط. كانت بالمناسبة الجميلة دي أمي كانت عاملة طعمية لنا للعشاء وشوية سلطة كده، وده كان شكل الرغيف فيها. هو الشكل تحفة وكل حاجة وتمام وأنا معاكم، بس الطعم كان رهيب جدا 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 بجد. هستناكم تقولوا لي رأيكم، وهل استفدتم من التجربة أو من الفيديو ده ولا لأ، وعايزين فيديوهات زي دي كتير ولا أغير وأتليني ماشي في الحلويات أو المخبوزات بشكل عام. في النهاية ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وما تنساش يا صديقي، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي دوس اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان خاطر يصلك كل العظمة اللي احنا بنعملها. وطبعا ما تنساش اللايك والكومنت، وتقول لنا رأيك في الكومنتات بكل صراحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.